وسط أجواء من البهجة والسرور احتفل الداعية الإسلامي الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف بعقد قران نجلته نوران على أحمد سعد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. وحضر الحفل عدد كبير من دعاة وشيوخ الأزهر الشريف والإعلاميين، ومنهم الشيخ خالد الجندي والشيخ محمد أبو بكر والشيخ يسري عزام والداعية شريف شحاتة والإعلامية لمياء عبد الحميد. تألقت العروس ابنة الشيخ رمضان عبد الرازق بفستان زفاف منفوش باللون السيلفر بأكمام من الجبير المطرز مع طرحة زفاف طويلة وتسريحة شعر تقليدية بسيطة. وكان الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف تحدث عن زواج الأبناء من قبل، مؤكدا أن الزواج لا بد أن يكون بموافقة البنت وأبيها، موضحا أنه لا يجب للبنت أن تتزوج دون موافقة الأب، كما أن الأب لا يجوز أن يفرض زوجا على ابنته.